وصفة اليوم طمينة الغرس، حضرتها لكم على طريقتي بمقادير مضبوطة، والسر اللي يخليها تجي بزاف بنينة وما تقهمش، والأهم انه تبقى طرية لمدة طويلة. هاد الوصفة لو كان تجربوها مستحيل ما تنجحش معاكم. باش نحضر الوصفة تاعي نحتاج سميد متوسط رايحة نحمصو على نار قليلة مع التحريك المستمر حتى يتبدل اللون تاعو، وهذا هو السر الاول اللي راح يخلي الطمينة تاعكم تجي بنينة بزاف. ومن جهة نحط الغرس في كاسرونة نضيف عليه الزبدة ونحطو على النار حتى نذوب الزبدة ويطرى الغرس تاعي. من بعد نجيب الدقيق اللي كنت حمصته نضيف عليه جلجلان محمص ومطحون وقرصة ملح، ونزيد نضيف عليه الغرس اللي كنت طريته مع الزبدة. من بعد نخلط المكونات مع بعض جيدا بواسطة ملعقة حتى يندمجوا مليح. من بعد نضيف ما زهر ونعجن الطمينة تاعي مليح بيدي. في المرحلة هذه لازم نعجن الطمينة تاعنا مليح باش هكذا تطرى معانا. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما عجنت الطمينة تاعي مليح رايحة نحطها في صحن التقديم ونسويها جيدا بواسطة ملعقة بالطريقة الموضحة في الفيديو، ونزينها تزيين راقي سهل وبسيط وغير مكلف كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. وش راح نقولكم، هاد الطمينة تجي بزاف بنينة، جربوها على ضمانتي وما كمش رايحين تندموا. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم إلى وصفة قادمة ومع السلامة.